اليوم باستعراض عسكري شاركت فيه مختلف وحدات القوات المسلحة في الجيش وحرس الثورة. عمر هواش والتقرير التالي. بزيارة مرقده يحيون ذكراه. في التاريخ هي ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل من منفاه الفرنسي في إيران. تدعى أولى أيام الفجر العشرة ما بين عودة الإمام وانتصار الثورة. يحييها اليوم من ورث الثورة وعاش منجزاتها. كثير من الإيرانيين لم يعيشوا تلك اللحظة، لكنهم ما زالوا يؤكدون على الرسالة الأولى لمن قاد الثورة. لقد وضع الإمام القضية الفلسطينية وتحرير القدس وجميع الأراضي المحتلة ومحاربة إسرائيل كقضية أولى للمسلمين. لقد كان يعتقد الإمام أن رسالة الثورة رسالة عالمية في الاستقلال والحرية لجميع الشعوب. لم ترق هذه المبادئ لأعداء الجمهورية الوليدة آنذاك. قلب الإمام الطاولة بما فيها من معادلة دولية. حورب وتعرضت بلاده للضغوط والتهديدات. عودة الإمام الخميني كانت كالوقود الذي أشعل الثورة، فانتصرت بعد 10 أيام من عودته. تغيرت يومها إيران وغيرت وجه المنطقة. اليوم وبعد 35 عاما تبدو إيران في طريقها نحو تغيير آخر. كانت هذه أولى خطوات التغيير. أواخر سبعينيات القرن الماضي عاد الإمام الخميني، انفجرت الثورة وأطيح بالشاه، وأسس الجمهورية الإسلامية بعد استفتاء شعبي. بات الدين أساسا للقرار السياسي، وفي معادلة الإسلام السياسي في إيران صار حليف الأمس عدو اليوم. ستبقى أمريكا الشيطان الأكبر إلى أن تكف عن سياساتها العدائية ضد إيران، وإذا غيرت نظرتها إلى الشعب الإيراني كأي شعب مستقل، حينها يمكن القول إن أمريكا غيرت من مواقفها الشيطانية. التغيير الآخر جاء بعد 35 عاما من التهديد. ألقى اتفاق جنيف النووي حجرا في المياه الراكدة، حرك العالم نحو طهران، وباتت إيران دولة الحل في منطقة الأزمات، قوة إقليمية إسلامية، وهذا ما أراده الإمام الخميني بالذات. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. حظيت أوكرانيا باهتمام ملحوظ خلال محادثة